سلام. جبت لكم واحد لاطاغط بالحامض منعشه ولذيذه بزاف، جربوها اكيد تحماقوا عليها. كتجي سهله وبسيطه. خليكم مع مقادير. كندير حبه ديال البيض، قبيصه د الملحه، ساشي من سكر فانيلا، واحد المعلقه صغيره ديال مبشور الحامض. انا كان عندي في المجمد. كندير كاس لاروب ديال السكر سنيده. كنخلطهم مزيان غير بالخلاط اليدوي حتى كيولي اللون ديالهم ابيض على هذا الشكل. من بعد كنضيف عندي الزيت. يعني الزيت كنضيفوه من بعد ما كنخفقوا البيض. 4 كاس تقريبا ديال الزيت نباتيه. من بعد كنزيد نص كاس تقريبا ديال عصير الحامض اللي مصفي، او 4 كاس على حسب. وبالنسبه للحليب حتى هو نص كاس. كلشي بدرجه حراره الغرفه. كنخلط مزيان، بعد كنضيف الدقيق. خدات ليا كاس ديال الطحين. داك الكاس كنضيفو على دفعات تدريجيا شويه بشويه. ما تدوش على الهضره، راني كنمونطي في واحد البلاصه اللي زعما فيها الصداع، فكنحاول يعني نقاد داكشي باش ما يجيكمش فيه الصداع. هنا كنخلط عادي داك الطحين كيف ما ذكرت سابقا مدفوعات. كنضيف ساشيه وحده ديال الخميره، اي بيكنج باودر غير ساشيه وحده. وكنخلط كندير كلشي في المول اللي مدهون بفرشال وورق الزبده، مدهون بشويه ديال الزيت باش ما يلصقش ليا. طيبته في الفرن غازي، شعلت عليه غير من التحت حتى طاب مزيان. عاد هبطته لتحت ثلث ساعه اللي كياخد. هنا كاس ديال العنبه ديال الكريم شونتي، وكاس ديال العنبه ديال الحليب يكونوا باردين مزيان مزيان. وكنخفقهم بهذا الشكل كما كتشوفوا. كنضيف واحد 2 معالق كبار عامرين ديال الكوك او جوز الهند. غنخلي لكم المكونات مكتوبه لتحت. كنخلطهم مزيان. من بعد ما خرجت الكيكه غادي نسقيها بالحليب. شوفوا كيف كتجي هشيشه بحال الجينواز، كتجي مفشفشه بحال شي بونجا رطبه. غيبان لكم المنظر ديالها شكلها. كنسقيها بالحليب. تقدروا تسقيوها بعصير الحامض، يعني السيرو ديال عصير الحامض والسكر غيكون احسن من الحليب. انا ما توفر ليش فاضطريت ندير غير الحليب. المهم كنسقيها وكنخليها تشرب جانبا. من بعد كنجيب هذاك الخليط ديال الكريم شونتي مع الكوك وكنضيفهم فوق ديك، نوزعها على الوجه بالكيكه. عندي هنايا الكلاصاج اللي شاركته معكم في الفيديو اللي قبل، 4 كاس الحامض. وكنزيد عليه الماء. كنكمل كاس، يعني ما بين الماء والحامض 3 المعالق السكر، معلقه ونص ديال كريم باتيسير. كندير هنايا شويه ديال لاغوم كتعطينا اللون وكتعزز لينا مذاق الحامض. كنخلط كلشي على البارد باش ما يكونش عندي كتل. وكنديه للنار. كنبقى مع التحريك المستمر طبعا حتى كيعقد ليا داك الكلاصاج مزيان. في الاخر كنضيف واحد شويه ديال الزبده، واحد راس معلقه الزبده تكون نوعيه جيده بطبيعه الحال. وكنخلطها مزيان في هذاك الكلاصاج ما حدو سخون باش هكا تذوب ليا فيه. هنا راه طفيت النار وكنخلط هذيك الزبده باش تذوب. هنا كنبردو عاد غنكلاصي به لاطاغط ديالي. شوفوا معايا كيف كيجي اللون ديالو لامع، بدون جيلاتين، بدون اي حاجه. كيجي زوين لامع وانتم كتشوفوا خاطر. يعني من اول مره غيصدق لك هاد الكلاصاج وانا متاكده. كنضربها شويه مع سطح العمل، كنساوي لها الوجه. زينتها بالقطع د الحامض والنعناع، شويه ديال حبوب البافو. دخلتها للمجمد واحد 3 سوايع على الاقل تشد راسها. وقدموها، بارطاجيو الفيديو. نتلاقاو في وصفه جديده. خليو لي قليباتكم زوينين.